السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سوسن. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفة تاع فيليت سول باني بوحد الروز طايب على حبة وبزاف بنين. كنت رافقته بواحد لاصوص يعني حمرة خاطرة بشوية تاع جلبانة وزرودية، تجي من أروع ما يكون. وصفة كاملة متكاملة، كملوا لا فيديو للآخر باش تكتشفوا طريقة التحضير. هذاك الفيليت سول يعني راح نمارينيه ونديرو باني يجي بزاف بنين. شوفوا هنا هذيك لاصوص تاعي كيفاش جات ما شاء الله حمرة وعاقدة وبنتها بنة. اذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم خلوا لي جيم وكومنتير، كملوا لا فيديو للآخر باش تكتشفوا معايا طريقة التحضير. اللي راهم يشوفوا القناة تاعي لأول مرة نقولكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كامل جديد ديالي. هاوليك هنا هذاك الفيليت سول ولا سمك السول كيفاش يعني جا من الداخل وجا طايب الزبدة وعلى برا مقرمش وبزاف بنين. وش نحتاجو يعني لهاد الوصفة؟ هنا الوصفة تاعي يعني قسمتها لكم يعني على 3. اول حاجة بالنسبة للفيليت سول، عندي هنا كمية من الفيليت سول، انا هنا درت 6 وحدات. وش نحتاج معاهم بالنسبة للتتبيلة؟ عندي ملح، شوية كمون، شوية عكري، شوية راس الحانوت، كزبر، شوية فلفل كحل، وشوية تاع الزنجبيل. هنا الكمون ديرو يعني شوية بزيادة. نحتاج ثاني شوية تاع لا موتارد ولا خردل. عندي حوالي 5 فصوص تاع الثوم ولا 6، وشوية تاع الزعترة والزيت. هذا وش نحتاجه بالنسبة للتتبيلة تاع السمك ديالنا. بالنسبة يعني لاصوص اللي كنت هدرت لكم عليها وش نحتاج فيها، عندي 2 حبات تاع طماطيش يكونوا مرحيين، عندي شوية تاع جلبانة، حوالي حبة ولا 2 تاع زرودية تقطعيها هكذا صغيرة دي بتيدي، كمية من الثوم حوالي 10 فصوص ولا 13 نفص هكذاك، ورق تاع الرند 2 ورقات ولا شوية تاع الزعترة. بالنسبة للتوابل عندي كمون، فلفل كحل، شوية تاع القرفة، شوية زنجبيل، شوية كركم، شوية راس الحانوت، ومغرف معمرة مليح تاع العكري. ونحتاج يعني طماطم مصبرة. بالنسبة للروز انا هنا عندي هذه الكيلة كيلت بيها تاع الروز. انت الكيلة اللي حتكيلي بيها احتفظي يعني بيها باش من بعد كيلي بيها الماء. نحتاج ملح، شوية زنجبيل، شوية كركم، وشوية راس الحانوت. عندي 1 مكعب دجاج، انا خدمت يعني درت كما تعرفوا جومبو. عندي كبابة حنستعمل 2، وشوية تاع نجمة الارض. انا هنا نجمة الارض تاعي يعني كانت مكسرة، ديروا حوالي نصف وحدة ولا نجمة هكا صغيرة، والزيت طبعا. اول حاجة نبدأ بها هي الروز. هنا في طنجرة ديري 3 مغارف تاع الزيت، حطي فيهم الروز تاعك، قليه مليح كما راكي تشوفي معايا على نار تكون هادئة. وفي هذا الوقت راكي تسخني الماء، ضيفي الملح، شوية تاع الزنجبيل، شوية تاع الكركم، وشوية تاع راس الحانوت، 2 تاع الكبابة، شوية تاع نجمة الارض، و1 مكعب دجاج، شوية تاع الزعترة. قلي كلش مليح كما راكي تشوفي. الروز تاعك يجي بزاف بنين وطايب على حبة. انا هنا كنت درت 2 كيلات تاع الماء يسخنوا. دايما الروز نديرو كيلة ب2 كيلات تاع الماء باش يجيك طايب على حبة، نخليه يعني يطيب في غردو. هنا بالنسبة يعني للفيليت سول كنت نحيت 1 باش نديرها يعني مع هذيك لاصوص. السمك يعني ولا سمك السول ولا فيليت سول اللي بقالي ندير له هذوك التوابل اللي كنت ذكرتهم ونخليهم لكم في صندوق الوصف. شوية تاع الملح، وشوية تاع لا موتارد، وحوالي 5 فصوص تاع الثوم، ونماغينيه مليح يعني ندخل هذوك التوابل بيدي كامل ونخليه على جهة حتى يطيب لي الروز ويطيب لي هذيك لاصوص. هنا طبعا نزيد لها شوية تاع الزعترة ثاني.
قلت لكم بالنسبه للروز ديري كيله تاع الروز مع 2 كيلات تاع الماء، يجيك يعني طايب على حبه، خاصه اذا درتي للروز تاعك يعني نكهتيه بالكبابه ونجمه الارض وشويه تاع الجامبو، يجيك ما شاء الله. والطياب تاعو يجي سوا يعني ما تخافيش يجيك معجن ولا مهما يعني يكون الرز ماشي نوعيه مليحه ولا. انا درت يعني تاع الميزان وجا يعني هايل. هنا زدت شويه تاع الزيت لهذاك الفيليسول تاعي، بعد ما كنت درت التوابل والملح والزعتره والثوم ولا موطارد. دوك ندخل هذوك يعني التتبيله، هذيك التتبيله ندخلها كامل بيدي مليح ونحطو يعني جانبا حتى وين نكمل نطيب الروز تاعي والعصاص. هاوليك شوف الروز تاعنا كي يجي يطيب يبدا يديرلك هاد الثقوب، خلاص هنا راهو طاب يعني سي بون. كي تشوفيه دارلك الثقوب هذيك وحركيه سي بون، يعني الماء هذاك هو سوا. في الاخير زيديله شويه تاع الزبده وخليه يعني غطيه وخليه جانبا. من بعد يعني راح هنا دوكا كي تشوفيه هكا شغل راهو يبان لك مشمخ ولا معجن ولا، انتيا غلقي عليه بعد ما ديري له الزبده وخليه جانبا يعني نحيه من النار، راح تشوفي كيفاه يجيك من بعد طايب على حبه. بالنسبه لاصوص واش نحتاج فيها، في طنجره ندير 3 مغارف تاع الزيت. عندي هذيك الوحده تاع الفيليت سول كنت قطعتها شويه هكا يعني رقيقه مكعبات ولا غير على جال البنه هذا ما كان. وكنت كرفشت حوالي 11 فص ولا 10 فصوص تاع توم، ضفت عليهم مغرف ونص تاع طماطم مصبره، نقلي كلش مع بعض. نضيف 2 ورقات تاع الرند وشويه تاع الزعتره والتوابل اللي كنت قلتهم لكم ونخليهم لكم في صندوق الوصف، مع شويه تاع الملح و2 حبات تاع طوماطيش اللي يكونوا مرحيين ولا مكرفجين في الرقيق. نقلي كلش مع بعض على نار هادئه. من بعد نضيف هذيك الزروديه والجلبانه ديالي، واحد لاصوص يعني تجي بزاف بنينه، نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. هنا كنت مرقت غير بشويه تاع الماء ماشي حاجه، نخليها تطيب في غردها على نار هادئه حتى نتحصل على واحد لاصوص يعني ثقيله ولونها يعني يجي شباب. يعني هنا يعني تقولي الدقيقه الاخرى اللي تجي راح تحطي فيها الماكله تاعك فطور ولا عشاء باش تقلي هذاك الفيليت سول تاعك. هنا درت 2 حبات تاع البيض، لا شابلور والفارينه في كل وحده في طبسي، درت لهم شويه قاعدك شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع العكري، بيض والفارينه ولا شابلور. لا شابلور اللي هي الخبز المرحي، انا دائما نخدمه يعني في الدار ونحتفظ به يجي هايل. قلت لكم خلطي هذوك شويه تاع الملح شويه تاع الفلفل الكحل والعكري، خلطيهم مليح مع الفارينه ولا شابلور باش تجيك يعني منكهه وما تجيش صامته. من بعد شدي هذاك الفيليت سول تاعك اللي كان هنا والتمارينه، شدي هذيك الحبه ديريها في الفارينه، رمديها مليح في الفارينه يعني هذه حتى الدقيقه الاخرى. يعني كي تجي راح تقدمي الاكل تاعك جهزيها حوالي 4 ساعة ولا هو تمتم يطيب، ما يعني ما ياخذلكش الوقت. انت هنا كان الروز طاب ولا الصوص يعني كانت طيبه باش الحوت يعني ياكلوه سخون. من بعد جوزي قلت لكم جوزوها في الفارينه، من بعد جوزيه في البيض، من بعد عاودي جوزيه في لا شابلور. هكا تضمني باللي تتحصلي على فيليت سول بيان باني يكون هايل، وما تحصلي على واحد القرمشه تجي ما شاء الله، وما تخافيش يعني ما ينفتح لك ما يطرطق لك في القليان ما والو، يجي هايل ومحافظ على الشكل تاعو. نكمل يعني كامل بنفس الطريقه. من بعد ندير الزيت تاعي تسخن على نار متوسطه باش الفيليت سول تاعك يطيب لك اصلا يعني ما ياخدش الوقت في الطياب. من بعد قلبيه على الجهه الثانيه وكملي يعني حطيه في ان بابي هكايا باش يشرب هذيك الزيت. هاوليك هنا الروز تاعي بعد ما خليته قلت لكم كي يطيب خليه يريح، راح تشوفي باللي شرب لك كامل هذوك السوائل
وتزاد تنكه بيان بهذوك التوابل اللي درناهم وامتص هذيك الزبده. هاوليك هنا الصحن تاعي بعد ما يعني قدمته كما راكم تشوفوا، درت هذاك الفيليت سول مع الروز، وكنت رافقته مع هذيك شويه تاع لاصوص. انا هنا يعني درت لكم غير طابق هكا باه تشوفوا التقديم. كل واحد يعني يسقي قدامه يحب، مثلا الروز كاين اللي يحبه ناشف، كاين اللي يحبه مشمخ بزاف، المهم تجي واحد البنه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم وتعجبكم. كما راكم تشوفوا هاوليك على الداخل كيفاه يجي هذاك الفيليت سول طري وعلى برا مقرمش. في الاخير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم خلوا لي جيم وكومونتير، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم، تهلاو لي في روحكم وسلام.